وحشتوني جدًا، بجد وحشتوني، فرحانة جدًا وسعيدة أوي بالكومنتات الحلوة أوي بجد اللي أنا شُفتها على الفيديو اللي فات، في ناس حلوة كده ربنا يديمكم في حياتي، أنا باعتبر إن أنتم نعمة بجد ربنا بعتها لي، وقت ما باحس إن أنا متضايقة كده والاقي كومنت جميل جاي لي بدعوة حلوة أو بكلام جميل بجد بتكتبوه، باحس إن أنا كُلّي طاقة إيجابية بجد، ربنا يسعدكم يا رب زي ما بتسعدوني، ويسعد بقى أي حد هيحط لايك برضه على الفيديو دوّة. أنا قُلت لكم الفيديو اللي فات أنا مش هاطلب من حد يحط لايكات، أنتم قيّموا الفيديوهات وشوفوا هي تستحق والّا لأ، والصراحة أسعدتوني جدًا باللايكات بتاعتكم والاشتراكات، يا رب يديمكم في حياتي. الفيديو اللي فات بدأنا تنضيفات عميقة للمطبخ من الجذور، عارفين عميقة العميقة، يعني من الداخل والخارج وكل حاجة. وشفتوا معايا الفيديو اللي فات يعني حبيت أورّيكم طريقتي، أنا على ما أعتقد إن أول مرّة أعمل معاكم التنضيفات دي في مطبخي من جوّه ومن برّه وكل حاجة في المطبخ، أنا باحب زي ما قُلت لكم الفيديو اللي فات، باحب النظام شوية، شخصية منظمة شوية في تنضيفاتي يعني، فبامسك جزء كده وبدأت معاكم وورّيتكم حتى في بداية الفيديو دوّة المقتطفات كده من اللي عملناه الجزء اللي فات، وما رضيتش والله أنزّل لكم الفيديو على بعضه علشان هيبقى طويل وما باحبش أضايق حد فترة كبيرة، بابقى عايزة كده أبقى خفيفة على قلبكم، اللي هو يعني ما تملّوش من الفيديو بجد، وبس بقى، وتعالوا نتكلم بقى في الفيديو دوّة. بدأنا بقى الفيديو دوّة، أنا خلّصت معاكم الفيديو اللي فات، على فكرة الروتين دوّة أنا بالنسبة لي معمول كلّه في وقت واحد، بس أنا اللي قسّمت الفيديو. أختكم أميرة اللي قاعدة بتكلمكم دي شخصية دلوقتي لو أقول لكم اللي أنا حاسة بيه خارج نطاق الخدمة، يعني إيه خلاص هتموت بُصّوا مش قادرة بجد، تهدّي حيلي صحيح، بس في الآخر لمّا بتقفي كده تشوفي الحاجة اللي أنتِ عاملاها، تشوفي المكان اللي أنتِ نضّفتيه، بتنبهري بنفسِك، بتحسّي بجد إن أنتِ شاطرة جدًا بصرف النظر عن أي حد حواليكِ هيقول لِك الله ينوّر عليكِ أو ما حدش هيقول، أنتِ يعني ابهري نفسِك كده بنفسِك بالحاجة اللي أنتِ نضّفتيها، وزي ما قُلت لكم دايمًا طول ما إحنا حاطين قدّامنا كده وقدّام عينينا الجملة اللي أنا مش هاغيّرها في حياتي ودايمًا هاقولها لكم وهاقولها لنفسي، إن الله جميل يحب الجمال، هتخلّيكِ دايمًا عايزة تشوفي كل حاجة جميلة كده في البيت منظمة ومرتبة، هتحبي النضافة بجد. النضافة دي أُسس بسيطة كده بنعملها في حياتنا لو مشينا عليها هتلاقيكِ مهما كنتِ كسولة ومهما كنتِ تعبانة، بتتحدّي أي حاجة وبتدخلي وتعملي كل حاجة ببيتِك، أهم حاجة نستعين بالله ونقول الدعاء اللي أنا مش يعني أمّا باقوله أصلًا باحس إن أنا شخصية تانية خالص، وعلشان تبقوا عارفين ساعات باقول الدعاء ده مرّة و2 واحس إن أنا برضه مش قادرة أقوم من مكاني، أخلّيني شغّالة أقوله بلساني كده، اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، اللهم أعني ولا تُعِن عليَّ. يا رب قوّيني، يا رب ادّيني الصحة ويدّيكم يا رب أنتم كمان الصحة، ويجعلنا دايمًا واقفين على رجلينا، أحسن حاجة في الدنيا وأحسن دعوة في الدنيا إن إحنا دايمًا ندعي ربنا إن إحنا نقف على رجلينا على طول، ما يحوجناش لحد أبدًا، نخدم بيتنا وأولادنا ونتحمّل ومهما كانت الأولاد بتبوّظ، ومهما كنا بنشتغل حتى لو كل يوم، ما دام ربنا مدّينا النعمة الكبيرة دي اللي هي الصحة، الحمد لله على كل شيء هنقدر نعمل كل حاجة، إحنا أقوياء، زي ما اتعودتوا معايا دايمًا، خلّينا دايمًا واثقين في نفسنا كده وإن إحنا أقوياء دايمًا. وبدأت معاكم بقى الجزء التاني من الفيديو على طول، إن أنا قُمت حاطة التوابل بتاعتي اللي كنت غسلتها معاكم في آخر الفيديو اللي فات، أنا عبيتها بقى تاني، وعلى فكرة أنا عايزة أقول لكم الشقة فاضية بجد حقيقي، عارفين بقى عايزين ناخد جرعة نشاط تانية غير جرعة إن إحنا خدناها في المطبخ، ننسى بقى إن إحنا تعبانين من التنضيفات اللي عاملينها، وعايزين ننزل الشارع نجيب مشتريات هن هنتعب شوية صحيح، بس دي نعمة كبيرة أصلًا إن إحنا نقدر ننزل نشتري مشتريات يعني الحمد لله، كل حاجة خلصانة، حتى التوابل زي ما أنتم شُفتوا الشوية الصغيرين، هتشوفوا كل حاجة معايا بالتفصيل دلوقتي تعرفوا إن الشقة بتلمع بجد. خلاص إحنا آخر الشهر إن شاء الله نبتدي شهر جديد، عايزين بقى إيه، ناخد المصروف بتاع البيت ونفرتكه ونرتاح. أنا باموت في المشتريات، عارفين اللي هو إيه، عندي استعداد اللي هو مصروف البيت أمّا آخده في إيديّا أخلّصه في 5، 6 أيام أشتري حاجات. والله ما باشتريش حاجات علشان تبقوا عارفين عشان أبقى صادقة معاكم، ما باشتريش حاجات ما لهاش لازمة ولا حاجة، باشتري حاجات للبيت أكل وشرب وكل حاجة. بس أنا باحب كده اللي هو إيه، أجيب كل حاجة، أدفع كل فلوس أي حاجة أنا اشتريتها، مثلًا أي حاجة فاهمين، المهم إن أنا أخلّص الفلوس وأقعد أقول لجوزي أنا خلّصتها، يقول لي: "خلّصتيها في إيه؟" مش عارفة ربنا يعني إيه، يعني يهديني من الموضوع ده وأعرف أمسك فلوس في إيديّا كده وأهدى على نفسي وما أضيّعهاش بسرعة جدًا.
إن شاء الله هنشتري كل حاجة وهنصور مع بعض كل حاجة. ويا أميرة بطّلي رغي واحكي في الفيديو، معلش أنتم عارفين إن أنا باحب أتكلم كده بازهق ما أنا الفيديو اللي فات على فكرة قعدت كلمتكم في محتوى الفيديو، ما كنتش باتكلم في أي حاجة خالص غير إن أنا أقول لكم أنا باحط إيه وباشيل إيه. النهارده بقى بارغي، والنهارده كل حاجة باينة قدّامكم أهوّة. غسلنا البوتاجاز ولمّعناه كده وكل حاجة بتاعته. وعلى فكرة في أجزاء ما باصورهاش معاكم في الفيديو دوّة علشان ما أطوّلش عليكم، ويعني حاجات كتير باعملها. جيت هنا بقى في الكاتل دي الحاجة اللي ضايقتني في اليوم، زعلت أوي بجد. بقى إيه، جيت في المكان دوّة عمّالة أشغّله كده علشان أعمل له اللي هو الخل وكده وملح الليمون واغسله، مش راضي يشتغل، مع إني قبلها بربع ساعة عاملة فيه كوباية شاي وكان شغال، ويا دوبك سِبته كده وعملت حبّة حاجات واشغّله تاني مش راضي يشتغل. اللي هو في إيه، يعني مش راضي يشتغل ليه؟ قعدت أتحايل عليه وزي ما أنتم شُفتوا كده قعدت أخبّط عليه وكده مش راضي يشتغل وقُمت شايلاه. بس إن شاء الله يعني في واحد غيره موجود هاورّيه لكم برضه وهاحكي لكم عنه يعني ساعتها إن شاء الله، ساعة ما أكون باصوّر باورّيه لكم يعني. جيت بقى في الجزء ده بتاع الخزين، ضرفة الخزين، شايفين شكلها؟ ده شكلي يا أميرة. أعمل إيه؟ معايا أطفال أبرياء. الأطفال الأبرياء دوّة لو أنا مثلًا فرضنا كسّلت في لحظة كده وحطيت شوية سُكّر في كيس مثلًا في الدرج، تلاقي الأطفال الأبرياء ما تفهموش إيه اللي دخّلهم الدرج والاقي السُكّر واقع في الدرج، تمام؟ يعني أنا ما ليش ذنب، الأطفال الأبرياء اللي عندي هم اللي بيعملوا كده. فأنا زي ما أنتم شُفتوا كده طلّعت كُلّه أصلًا اللي في الدرج، هي العلب أصلًا تلات أرباعها فاضية عشان زي ما قُلت لكم إحنا عايزين نشتري كل حاجة للبيت خلاص. فقُلت بقى بالمرّة علشان أمّا نيجي نشتري المشتريات ونرُص كل حاجة، تبقى كل حاجة جاهزة على النضافة. وبما إننا قررنا إن إحنا نعمل تنضيفات عميقة ونهِد حِنّة، يبقى كُلّه مرّة واحدة بقى، مش هنقعد كل شوية بقى نغسل حبّة ونسيب حبّة. طلّعت العلب دي كلّها، كلّها كده زي ما أنتم شايفين، وقفت غسلتها ونضّفتها هي كمان كده علشان إيه، يعني إيه، باحاول بقى أخلّص كل حاجة. وعلى فكرة من ورا الكاميرا برضه أقوم مثلًا غسلت معاكم العلب، أقوم منشّفاها كويس جدًا، جدًا علشان ما آخُدش وقت. يعني أنا مثلًا أمّا باعمل العلب كده باقوم جايبة لكم لقطة بعدها في مكان تاني باعمله. لأ أنا باكون نشّفت العلب وأرصها مكانها علشان أخلّص درج، درج كده وأقفله. أهو زي ما أنتم شايفين رصيت كل حاجة ونشّفتهم وقفلت الدرج. جينا بقى على الدرج اللي تحت ده كلّه بقى مليان. صراحةً الجزء ده أنا كنت عاملاه جديد من حوالي سنتين اللي هو قطعة المطبخ دي. بس لو أقول لكم نفعني جدًا، جدًا. شايلة عني يعني حاجات كتيرة. يعني شُفتوا ما شاء الله ضرفة الخزين مليانة كل حاجة. شُفت برضه الجزء اللي من تحت فيه المصافي، فيه الصواني، في ساعات باحُط فيه الطاسات كمان كلّها على فكرة. كل حاجة، عارفين كل حاجة باحُطّها بجد في المكان دوّة بيريّحني. قعدت هو كمان غسلته كده ونضّفته هو كمان علشان إيه، نرُص برضه كل حاجة على نضافة. ويالّا لسه معايا في الفيديو لحد دلوقتي، يالّا نقول اللهم صل وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد، عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. صلينا على النبي بقى، تعالوا نشوف بقية الحاجات اللي إحنا بنعملها. غسلت بقى الفوم ده برضه مسكته هو كمان كده غسلته. وعلى فكرة برضه الجزء شايفين ضهر البوتاجاز دوّة الإزاز، القطعة اللي فوق على طول اللي هي السيراميك نفسه، برضه من ورا الكاميرا وقفت على كرسي وقُمت ماسحاها كلها هي كمان وغاسلاها علشان تبقى نضيفة. بس زي ما قُلت لكم باحاول والله أقتصر. أنا الصراحة ما سِبتش حتّة صغنطوطة كده في المطبخ ما عملتهاش. بس في حاجة أنا ما عملتهاش. يا ترى حد فيكم هيعرفها ويقول لي هي إيه والّا أقول لكم أنا؟ هاقول لكم أنا. أنا ما عملتش الشفاط. أيوه، نسيت أعمله خالص. فقُلت خلاص بما إني فاضل حاجتين بالضبط اللي عايزين لسه يتعملوا ويبقى المطبخ ما شاء الله اللهم بارك كل حاجة فيه اتعملت. الشفاط هاغسله بإذن الله، ونعمل دورة غسيل للغسالة كده ونغسلها الغسلة اللي بنعملها لها كل شهر كده علشان أنا مكسلة عنها بقى لي ييجي شهر ونُص علشان تنضّف الغسيل. الحاجتين دول إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هاعملهم معاكم. بس كده علشان المطبخ بتاعنا يبقى نضيف من كل حتة. والجزء ده بقى لازم يتغسل، لازم أشد القطعة دي كده وأغسل الجزء ده، لإن أنا واقفة طول النهار يعتبر أصلًا في المكان ده مشغّلة عين البوتاجاز الكبيرة دي، باعمل عليها تلات أرباع الأكل يعني، فالمكان ده أصلًا بيبقى متبهدل جدًا. وزي ما أنتم شُفتوا كده الشفشق اللي فيه مَيّة في إيديّا ده، باحاول كنت كل مكان أعمله حتى لو مش معاكم برضه أرمي مَيّة كده وأمسح تحته كويس وأنضّف وكل حاجة. وده الكاتل اللي موجود عندي التاني. الكاتل ده عايزة أحكي عنه حاجة كده. بالله عليكم بقى، أنا عايزة النهارده دعاوي كتيرة جدًا، دعاوي كتيرة جدًا، دعاوي كتيرة جدًا. هتقولوا لي لمين يا أميرة؟ هاقول لكم لحمايا، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. ويا رب يعني يتهنى في قبره كده
علشان الكاتل ده حمايا اللي كان جايبه قبل ما يموت، الله يرحمه يا رب، الله يرحمه، هنانا بجد في الدنيا، هنانا وجاب لنا كل حاجة، ويعني شُفنا معاه السعد بجد، تمام؟ فأنا عايزاكم بقى تدعوا له دعاوي كتير كده إن ربنا يرحمه. الكاتل ده بتاعه لمّا مات كان موجود، فأنا شِلته، كان جايبه لنا يعني، فأنا إيه، بس ما كنتش مستخدماه على أساس إن أنا باستخدم بتاعي وكده، اللي هو الأبيض اللي اللي باظ اللي شُفتوه ده. فأنا من ساعتها وأنا شايلة الكاتل ده، قُلت خلاص أنا ما يعني إيه هاشيله كده، أكيد هييجي في يوم وهنستخدمه، لحد ما جه اليوم أهوّة إن إحنا نستخدمه فيه وحطيناه، بس هو عيبه الوحيد بس إن الفيشة بتاعته صغيّرة مش طايلة المكان اللي محطوط فيه الكاتل التاني، فأنا نقلته مؤقتًا لحد ما إن شاء الله يعني إيه أشوف الكاتل التاني هيتصلّح والّا لأ. ادعوا له بقى بالرحمة والمغفرة، ويا رب يرحم أموات المسلمين جميعًا يا رب العالمين. وبعد كده دخلت على الجزء اللي تحت الحوض أنتم شُفتوه. عايزة أكلمكم أصلًا على الجزء اللي تحت الحوض دوّة. الجزء اللي تحت الحوض دوّة عندي حيرة كبيرة جدًا بسببه. قررت إن أنا أقفّله ألمونتال من جنب الغسالة كده، أقوم مقفّلة الجزء التاني دوّة ألمونتال. وعلى فكرة جِبت بتاع الألمونتال وخَد المقاسات وكل حاجة. وبعد أمّا قُلت كده رجعت في كلامي، قُلت هاضيّق المطبخ جدًا، لإن المطبخ ترتيبه زي ما أنتم شايفين أصلًا إيه، يعني مش متضبّط أوي. فأنا قُلت إيه، هاجي أفتح مثلًا الضرفة اللي بتاعة المطبخ اللي ناحية جوّه مش هابقى عارفة أفتحها، علشان الجزء اللي مقفول جنبها. هاجي برضه أبقى مزنّقة الدنيا جدًا من تحت كده في الجزء اللي أنا باقف فيه، ما بقيتش عارفة أعمل إيه الصراحة يعني. فقُمت إيه موقّفة القرار دوّة وقُلت إيه مش وقته. يعني جوايا كده اللي هو إيه، يا ترى أقفله ألمونتال عشان يبقى الشكل أفضل برضه، والّا أسيبه وإن شاء الله، إن شاء الله ربنا كريم كده وممكن يوسّع عليَّ إن شاء الله وأعمل مطبخ جديد، وأحلامي بقى اللي أنا إيه، أعمل مطبخ جديد بإذن الله بقى، وأصلًا نغيّر نظام المطبخ خالص. فيعني لو حد سامعني لحد دلوقتي، الناس اللي بتحبّني أنا عارفة وبتشوف الفيديو كلّه يعني، قولوا لي أعمل إيه، أقفّلها ألمونتال والّا أهدى كده شوية واستنى شوية وإن شاء الله ممكن نعمل أصلًا مطبخ جديد غير دوّة بإذن الله. بس بقى وخلّصت بقى الجزء بتاع الحوض من تحت زي ما أنتم شايفين كده، بس قلّلت حجم البصل شوية اللي كان في التربة بتاعة البصل دي علشان ما يبوظش، والتانية دي غسلتها ونضّفتها هي كمان كده كويس ورصيت فيها الأزايز والبطرمانات وكل حاجة. بس، والحوض من فوق زي ما أنتم شُفتوا، لازم أصلًا أغسل بتاعة المعالق كلّها زي ما غسلت كده، وغسلت الحوض كلّه بقى من فوق ومن الجناب وبكل حاجة، ولمّعته الحوض نفسه الstainless بتاعه باللهلوبة. وآخر حاجة بقى ولّعنا البخور علشان نستمتع بجد بنضافة المطبخ. وكده الفيديو بتاعي يعتبر خلص. أنا مستنية بجد كومنتاتكم، مستنية أشوف إنه يستاهل لايك ويستاهل كومنت حلو منكم والّا لأ. يا رب يديمكم نعمة في حياتي، واستنوني الفيديو الجاي بإذن الله. باي باي.